أهلا بيكم مرة تانية في سلسلة الترجمة الفورية للعظات والدراسات المسيحية. في الحلقة السابقة تكلمنا عن مجموعة من المصطلحات المسيحية اللي معناها ممكن يتغير حسب السياق، لكن الحقيقة إن عالم المصطلحات في الوعظ المسيحي أوسع بكتير. وفي الحلقة دي هنكمل مجموعة جديدة من أهم المصطلحات اللي لازم كل مترجم يتقنها. المصطلح الأول fellowship. المعنى الأشهر شركة روحية. مثال وعظي: We had a beautiful fellowship after the service. الترجمة المقترحة: كان عندنا شركة روحية جميلة بعد الاجتماع. المصطلح التالي worship. المعنى الأشهر عبادة، لكن في سياق الكنائس غالباً تترجم تسبيح. مثال: Let's begin with worship. لنبدأ بالتسبيح. المصطلح التالي harvest. المعنى الحرفي حصاد، لكن في الوعظ غالباً يقصد به ثمر الخدمة. مثال: The harvest is plentiful. الحصاد كثير. المصطلح التالي intercession. المعنى صلاة شفاعة. مثال: He dedicated his life to intercession. كرس حياته لصلاة الشفاعة. المصطلح التالي revival. المعنى نهضة روحية. مثال: We are praying for revival. نصلي من أجل نهضة روحية. المصطلح التالي burden. المعنى الحرفي عبء، لكن في الوعظ غالباً يقصد به حمل الروحي أو شعور بالمسؤولية. مثال: God put a burden on my heart. وضع الله حملاً على قلبي. المصطلح التالي shepherd. المعنى راع. مثال: Jesus is the good shepherd. يسوع هو الراعي الصالح. المصطلح التالي spiritual growth. المعنى نمو روحي. مثال: God desires our spiritual growth. الله يريد نمونا الروحي. المصطلح التالي obedience. المعنى طاعة. مثال: blessings follow obedience. البركات تتبع الطاعة. المصطلح التالي humility. المعنى اتضاع. مثال: God honors humility. الله يكرم الاتضاع. المصطلح التالي restoration. المعنى استرداد أو استعادة روحية. مثال: God is restoring broken lives. الله يستعيد النفوس المنكسرة. تحدي الحلقة. والآن نصل إلى تحدي الترجمة. حاول ترجمة الجملة التالية: God placed a burden on my heart to pray for this city. هل كلمة burden هنا تعني عبء أم حمل روحي؟ اكتب ترجمتك في التعليقات. وفي الحلقة القادمة سنستمر في تطوير مهارات الترجمة الفورية بشكل عملي أكثر. نراكم قريباً. راسلنا على صفحة الفيسبوك وهنبعت لك ملف تدريبات جاهز بإجابات نموذجية تقدر تتدرب عليها وتراجع إجاباتك. لو الحلقة دي فادتك اعمل لايك واشترك في القناة.